الفيلم ده بيحكي عن طلبة جامعية بتبيع نفسها علشان الفلوس، ولكن ده بيغير حياتها للأبد. لورا كانت طالبة وقابلت راجل اسمه جو، وقبلها ب3 أيام لورا كانت بتدرس اللغة الأجنبية في الكلية، وكانت بتحضر المحاضرة بتاعتها وحست بألم شديد في معدتها وحاولت تمشي من المحاضرة، بس للأسف ما قدرتش وقعت وهي طالعة بره المحاضرة. في الوقت ده قابلت واحدة من العاملات في المدرسة وسألتها هي ليه مش بتاكل كويس، فشرحت لها انها معاش فلوس كفاية علشان تاكل كويس، وان ابوها كان شغال عامل بناء، وان امها كانت شغالة ممرضة وكانت بتكسب كويس، بس كانت بترفض تصرف عليها مصاريف اكلها ودراستها. والعاملة نصحتها انها ترفع قضية على ابوها وامها علشان يصرفوا عليها، ولكنها رفضت وقالت انها مش عايزة تنزل بيها وبأهلها للمستوى ده. وبعدها مشيت من المدرسة وراحت البيت اللي عايشة فيه مع صاحبها، والولد اللي هي مرتبطة بيه قال لها في نصيبك من مصاريف ايجار البيت، وفكرها انه قال لها لو عاشت معاه هنا هتتحمل نص مصاريف السكن، وهي قالت له انها توفي بعدها. وبعدها قرب منها علشان يلمسها، ولورا كان باين عليها انها مش عايزة معاه يعني وكده، ولكنه ترجاها في الوقت ده انها تساعده. ولما ابتدوا يقربوا من بعض النور قطع، والولد سألها ان كانت دفعت فواتير الكهرباء، فقالت له لا، ووعدته انها هتدفعها تاني يوم، وده على الرغم ان ما كانش معاها فلوس ولا عارفه هي هتجيب الفلوس دي منين، وقالت له انها تشتغل شغلانه تانية وهتعمل اي حاجه تجيب فلوس يعني. ولما النور رجع لورا راحت تدور على الانترنت، وده علشان تدور على شغل يعني، وبصت على كل الفرص المتاحه، ولقيت في الوقت ده موقع شمال الرجال اللي فيه بيدوروا على طالبات علشان يعملوا علاقات معاهم. فبعتت رساله للراجل اللي نزل الوظيفه، ورد عليها راجل اسمه جو، وجو قال لها كل اللي هو محتاجها تعمله، وقال لها في الوقت ده انه هيعمل لها مساج، ووعدها انه يوقف في اي لحظه هي عايزاه يوقف فيها، وان مش هيكون ما بينهم علاقه كامله لو هي مش عايزه. فهي وافقت انها تقابله، وقبل ما تروح خدت شاور وخدت معاها شويه كاندمز. بعدها راحت تقابل جو اللي رحب بيها جدا واداها جواب وقال لها تقراه، وفي الجواب ده كان بيقول لها تقلع هدومها، وهي نفذت اللي قال لها عليه. وهو لما شافها قدامه قال لها ان السبب اللي بيخليه مش عايز يعمل علاقات مع البنات الشمال اللي شغلتهم كده اصلا انهم ما عندهمش النظرات البريئه اللي عندها. وبعد ما عملت اول خطوه كملت قرايه الجواب، ولقيته بيقول لها انها تدخل الحمام وتاخد شاور، وعملت فعلا زي ما قال لها. ولما طلعت من جوه لقيته قاعد على السرير، وطبعا مش هقول لكم على اللي حصل ما بينهم. المهم بعد ما الوقت خلص وجو قعد جنبها وخلص، سالها اسمك ايه وبتدرسي ايه، وسالها عايزه تعملي ايه بالفلوس دي، وقال لها ان العالم دلوقتي بقى ماشي بمبدا انك لازم تدفعي في الحاجه اللي انت عايزاها، وقال لها كمان ان العلاقه ما بينهم هتبقى علاقه متعه وفلوس. وفي اليوم ده عرفت ان جو مطلق وانه اتجوز بعدها من ست تانية. وقت المقابله ما بينهم خلص، واخدت الفلوس مقابل خدمتها من جو، واخدت برضه بعضها ومشيت، وطلعت بره وعدت الفلوس وهي مبسوطه. في الوقت ده راحت لبار وعملت حفله لاصحابها واشترت لهم كمان مشروبات واكل. والتاني مره دخلت على النت علشان تدور على شغل من النوعيه دي، قابلت راجل تاني والراجل قابلها في مطعم، ولما سالته انت عايز ايه الراجل اشتكى لها من مراته وازاي هي بتستغله، وقال لها انه عايزهم يتجمعوا سوا، وهي طلبت منه انهم يعملوا كده في فندق، وكان باين ان الراجل مش هيقدر يتحمل نفقه الفندق ده، علشان كده الراجل ساق بيها في العربيه وطلعوا على منطقه فاضيه ما فيهاش ناس. وهناك الراجل ده ما كانش بيسمع لها وكان بيضربها بعنف وبقوه. بعدها دفع لها فلوس مقابل خدمتها ومشي من هناك وسابها، ورجعت البيت وهي بتعيط واشتكت للولد اللي هي مرتبطه بيه، وقالت له انها اضطرت تخلي الرجاله يغتصبوها مقابل انها تدفع ايجار البيت ومصاريف البيت يعني. بس الولد ما كانش مهتم يتكلم معاها اصلا، وقالت له انها تنهي علاقتها بيه وهتمشي من بيته، وابتدت بعدها تعيش مع خالتها. وفي اليوم ده حاولت تبتدي مذاكره لامتحاناتها، بس صوت الاطفال حواليها شتتها، فمشيت من البيت وراحت بار وقعدت تقرا فيه. وفي البار قابلت ولد اسمه بنجامين وتعرفوا على بعض واتكلموا، ووعدته انها تكلمه بعد الامتحانات. بعدها راحت لمصور واخد لها صور وهي عريانه، والمصور حاول يقنعها انها تشتغل عاهره يعني، وقال لها انا لو عملت كده هتكسب فلوس كتير، وكمان دعاها انها تقابل طبيب اسنان. والطبيب ده ما كانش عايز يعمل معاها علاقه، ولكنه كان عايزها تعمل علاقه مع طالب تاني وهو يقف يتفرج عليهم. المصور في الوقت ده عرض عليها 200 دولار في الساعه، بس هي رفضت عرضه. ولما عرفت ان في طلبه تانيين غيرها بيعملوا اللي هي بتعمله قررت انها تلاقي الطلبه دول، فدورت على السيرش عليهم واتكلمت مع بنت منهم، والبنت قالت لها انها اشتغلت قبل كده مع 25 عميل، وانها بتكسب من الموضوع ده فلوس كويسه، وان الفلوس دي بتساعدها في حياتها، وانها بتحقق لها حاجات غير الطلبه اللي بيتمنوها، وان كمان باقي الطلبه بيحسدوها على اللي هي فيه. وبكده شجعت لورا، ولورا راحت للمدرسه وبصت على كل الاحذيه والشنط الغاليه اللي زميلاتها بيستخدموها، وابتدت تشتغل باحترافيه في المجال ده، وقدرت كمان توفر كل احتياجاتها من الشغلانه دي. بس كانت كارهه الشغل ده جدا وكانت بتعرف منه جدا، ولكنها كانت بتستمتع بالفلوس اللي بتاخدها. وبعد ما طلعت نتيجه امتحاناتها طلبت تليفون من صحابها علشان تتصل ببنجامين، بس هم رفضوا علشان ما عندهمش كريدت. فراحت بارو وافترضت ان بنجامين موجود فيه، بس لما شافته جريت بعد عنه وهي خجوله وقالت له انها تتصل بيه بعدين. وفهمت في الوقت ده انها محتاجه لابتوب، وراحت لكافيه وبصت على اسعار اللابتوبات الرخيصه واختارت كمان لابتوب عجبها. وبعدين بعتت رساله لجو طلبت انها تقابله، وقالت له انها محتاجه تشتري كمبيوتر، وطلبت منه انها عايزه تعمل معاه علاقه علشان يديها فلوس تجيب بيه الكمبيوتر ده. وهو فعلا وافق وقابلها في الحته اللي متعودين يتقابلوا فيها، بس قال لها تدخل الاوضه قبل منه. وفي الاوضه شافت لابتوب شغال عليه فيديو البنت، وشافت جواب من جو بيطلب منها فيه انها تقلع هدومها وتاخد شاور، واكدت لنفسها ان دي اخر مره هتعمل فيها علاقه مقابل فلوس. بعدها دخلت الحمام علشان تاخد شاور، ولما طلعت من الحمام لقيت جو نايم على السرير،
السرير وطلب منها انها تقعد على السرير، فشافت اللابتوب الجديد اللي هو اشتراه لها، فطلب منها انهم يصوروا فيديو زي اللي شغال على اللابتوب ده، فهي قالت له انا مش هعمل كده طبعا. فجو ربطها وعمل معاها كده غصب عنها، وهي كانت بتصرخ واتعصبت، وراحت بعدها الحمام علشان تلبس هدومها، وطلعت بره البيت وشالت اللابتوب وسابته ومشيت. بس جو طردها وادالها فلوس نظير خدمتها، وقال لها يعني ان هو اتبسط معاها. فرجعت البيت وهي بتعيط، واتصلت ببنجامين علشان يجي يزورها، وراح يقابلها، ولما جالها وكانوا سوا مع بعض حس انها مجروحه ومتضايقه من حاجه، وترجاها تحكي له هي مالها. فقالت له انها بتعمل علاقات مع الناس في مقابل فلوس، ولكنه ما عنفهاش، بل بالعكس دعمها وطمنها علشان حالتها تتحسن، وقرروا انهم يكملوا علاقتهم على الرغم من كل شيء. ولورا فضلت تقابل رجاله تانيين برضه، وفي الاخر علاقتها ببنجامين اتقلبت من حاجه حلوه لحاجه مؤلمه. لورا في الوقت ده كانت قادره توفق ما بين كليتها وما بين شغلها وما بين علاقتها بحبيبها، وبعدين ابتدت تمر بلحظات صعبه، وده لما قابلت عميل وادالها 20 دولار وكانوا متفقين على 200 دولار، وبدا كمان يفاصل معاها. وفي اليوم ده اتصلت ببنجامين علشان يجي يوصلها، وبنجامين نصحها انها تخلي الرجاله يدفعوا لها الاول. واحد من الزباين كلمها وقال لها تقابلوا عند المحطه، بس هي قالت له انها مش هتعرف تيجي دلوقتي علشان تقعد مع حبيبها. والراجل فضل يتصل، وده لغايه ما بنجامين اتعصب ورد على المكالمه وزعق في الراجل وروح بيته وهو متضايق. وفي البيت لورا اعتذرت له وتصالحوا مع بعض، ونتيجه للصوره اللي كانت في خيال بنجامين ما كانش عارف يدخل في مود العلاقه ما بينهم. تاني يوم لورا قابلت جو تاني، بس المره دي ما عملوش اي حاجه مع بعض، بس ناموا على السرير وفضلوا يتكلموا سوا. والوقت المخصص لجو خلص، فاخدت فلوسها ومشيت، وراحت تقابل بنجامين في الفندق، واكتشفت ان بنجامين بيراقبها، واتضايق انها لسه بتقابل جو برغم كل اللي عملوا فيها. بس هي قالت له انها ما عملتش اي حاجه معاه، وحاولت تهديه وتقرب منه في الوقت ده. بنجامين فركش معاها وزعق لها وقال لها ان انت عاهره، وان ما فيش طلبه في الجامعه بتعمل كده. فراحت لورا بكل غضب للاستوديو بتاع المصور، وطلبت منه انه يمسح صورها العريانه، والراجل وافق في الوقت ده بس بشرط ان هو يدخل معاها في علاقه. فهي اتعصبت عليه وزقته، والراجل قال لها ان كل اللي في المدرسه عارفين انك عاهره، فقررت انها تبطل الشغلانه دي، وبطلت كمان ترد على رسائل جو. وفي يوم ردت على مكالمه ليه وقالت له انها مسافره باريس وهتستقر هناك، فطلب منها انها تقضي 5 ساعات معاه مقابل 1000 يورو، وده لانها هتكون اخر مقابله ما بينهم قبل السفر. فهي وافقت على طلبه وقابلته، وهو طلب منها انه يقابلها في نادي علشان يتفرجوا على افلام. وفي النادي ده قعدوا مع رجاله تانية، وبعدها اخذها الاوضه ضلمه وطلعت منها وهي مرعوبه، فرجعوا للفندق، وطلب منها انها تاخد شاور وساب لها الفلوس على السرير. ولما رجعت لقيته سايب لها 100 يورو بس، وقال لها تعالي يوم الخميس وهديكي باقي الفلوس. وفعلا راحت له يوم الخميس، ولكنها مش بتلاقيه، فاتضايقت واخدت قطر رايح لباريس. وهي في القطر جو اتصل بيها واعتذر لها واتحجج باعذار كتير، وطلب منها انهم يتقابلوا تاني علشان يديلها فلوسها، بس هي المره دي رفضت. وفي باريس حاولت تلاقي وظيفه بس ما عرفتش، وهي قاعده في الجنينه جات لها رساله تاني من جو، وطلب منها انها تقابله مقابل 3000 يورو المره دي، بس هي رفضت وفضل يزعجها بمكالماته. فردت عليه وزعقت فيه وقالت له سيبني في حالي بقى. وصوتها ده لفت انتباه صاحب البار، فشغلها معاه وابتدت تشتغل ويتر في البار. ومن الوقت ده بدات توفق ما بين شغلها وكليتها، وراحت لامتحانها الاخير ونجحت. وفي اخر الفيلم عملت مقابله واتنكرت وقالت ان اسمها لولا، واتكلمت عن معاناتها الماديه ايام الدراسه. وبعد المقابله شالت الباروكه ونضاره الشمس اللي كانت لابساها، وظهرت بشكلها الطبيعي كلورا. بس كده وبيخلص الفيلم هنا.